تخيل معايا فلوس بلا حدود، أكياس مليانة دولارات وسيارات محملة بالذهب. في ليلة 18 مارس 2003 قبل بداية الحرب على العراق بضعة ساعات وقعت أكبر سرقة في التاريخ الحديث. مليار دولار، نعم مليار دولار، اختفوا من خزائن البنك المركزي العراقي في بغداد. الفلوس كانت مكدسة في صناديق خشبية، الناس من الداخل هم اللي خططوا لها. ولكن السؤال اللي باقي بلا جواب، فين راحوا الفلوس؟ واش صدام حسين خباهم؟ واش الامريكان شدوهم؟ واش الناس من النظام هربوا بهم للخارج؟ هذه هي قصة سرقة القرن اللي ما زالت لغز حتى اليوم. باش نفهموا القصة خاصنا نرجعوا ل 2003. العراق كان تحت حصار دولي وصدام حسين كان كيحكم بقبضة حديدية. البنك المركزي كان كيخزن مليارات الدولارات اللي جات من بيع النفط، ولكن مع اقتراب الحرب الأمريكية صدام كان كيحاول ينقل الفلوس لمكان آمن. هو أمر بنقل الفلوس من البنك لفروع أخرى، ولكن اللي وقع كان أكبر من مجرد نقل. ناس من داخل البنك مع مسؤولين كبار في النظام قرروا يستغلوا الفوضى ويسرقوا كل شيء. في 18 مارس 2003 قبل يوم واحد من بداية القصف الأمريكي، مجموعة من الرجال الملثمين دخلوا البنك المركزي، ولكن المفاجأة ما كانوش مسلحين بزاف، كانوا كيتحركوا بحرية كأنهم موظفين. المفاجأة الأكبر محاوش حتى حارس يوقفهم. عرفنا بلي الخطة كانت منظمة من الداخل. العربات اللي جات باش تنقل الفلوس كانت تابعة للجيش العراقي. الفلوس كانت محملة على شاحنات كبيرة وانطلقت في اتجاه مجهول. المبلغ مليار دولار مع فلوس عراقية أخرى مجموعة تقريبا مليار ونصف. الأمريكان دخلوا بغداد في 9 أبريل 2003 وبداو يحققوا في القضية. لقاو البنك فارغ والموظفين كيقولوا بلي الفلوس نقلتها الحكومة لمكان آمن. التحقيقات الأمريكية كشفت بلي الفلوس نقلت لسوريا على شاحنات، ولكن السوريين نفاو. الناس كيقولوا بلي صدام خبى الفلوس في قبور في أنفاق تحت الأرض، وآخرين كيقولوا بلي ناس من حزب البعث هربوهم من الخارج. ولكن الحقيقة حتى اليوم حتى واحد ما عرف فين راحوا الفلوس. القضية ولدت عشرات النظريات. النظرية الأولى، صدام خبى الفلوس قبل ما يهرب، يمكن تكون مدفونة في مكان في الصحراء. النظرية الثانية، الروس والسوريين شدوا الفلوس كتعويض عن الديون. النظرية الثالثة، ناس من حزب البعث هربوها لأوروبا واشتروا بها عقارات وسيارات. النظرية الرابعة، الأمريكان لقوا الفلوس وشدوها بلا ما يعلنوا عليها، ولكن لحد الآن الحكومة العراقية ما زالت كتطالب بها وكتقدم مكافأة كبيرة اللي كيعرف فين هي. ضاعت في ليلة واحدة وما زال اللغز كيحير العالم. واش غادي نعرفوا الحقيقة نهار من الأيام إلا بقات الفلوس مدفونة في مكان ما؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تشاركوا في قناة خبايا باش نزيدو نكتشفوا الأسرار حتى الفيديو الجاي.